ايه رايك في الاهرامات؟ اكيد مش اول مره تشوف. يا راجل انت جاي الساعه 12 بالليل في الهرم تقول لها ايه رايك في الهرم؟ انتوا بتعملوا ايه في الهرم بالليل لا مؤاخذه؟ يخرب بيتكم. عامة يعني كتير حلو. الاهرامات احلى بالليل ولا؟ خلاص يا عم الصحفي الكبير قالت لك كتير حلو، خفوا بقى شويه. لا ولا بالليل. كام هرم كده؟ 6؟ ايوه مش ستة أهرامات يا حاجة. واحد اتنين تلاتة أربعة أنت حاسباهم معانا ستة؟ أنت حاسبة الواحد كل ما يقول خلاص بقى ربنا تاب عليه من الناس دي يوقعوه في شر أعماله، يخرجون أسوأ ما فيك ويقولون هذا أنت. 7 متخبي. 7 واقف قدامنا. كده. أيوه طبعا هي الهرم السابع بأمارة إيه؟ هي عشان فاتحة الشباك ومقطعة المنور أو أنا راضي ذمتكم دي تستاهل لقب الهرم السابع؟ واقف قدامنا. كده. يلا انا حرفين. مش لاقيه مش عارف. مين دي لا مؤاخذة؟ اللي بيسألها ده خريج إعلام مثلا؟ أنا مش فاهم يا جماعة انتوا. يا نهار أسود. بص هيقول لك أنت اللي وحش، أنت بتنتقد إيه يا عم؟ هم عليهم سمسم وسكر، انا ما عنديش لا مؤاخذه شبابيك ولا بيبان افتحها، بس عندنا ازاي العسل والله زيكم. انتوا اخواتي في الرجعيه والتخلف طبعا، مالناش دعوه احنا بالتمدين اللي هم بيعملوه ده، احنا مالناش دعوه بالانفتاح. الانفتاح لو بالشكل ده دي فاهمه الانفتاح في حاجه تانية والله، انفتاح في الهدوم، انفتاح في الافق، يعني انفتاح في حاجات تانية كتير الا الانفتاح الطبيعي اللي احنا فاهمينه. ربنا يستر على الهرم. السلام عليكم.